السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيمشيو للمارشي او السوبر ماركت كيشوفوا الخضره والفواكه كتلمع منفوخه واللون ديالها كيشحي، كيشريوها وهما فرحانين. اليوم ما غاديش نهضر معكم كصانعة محتوى، غادي نهضر معكم كإنسانة خدمت في هذا المجال هذا. وشفت شنو كيوقع في كي كنقولوا وراء الكواليس ديال هذوك المزارع. فهمتوا؟ اللي خاصك تعرف واحد الحاجه، اول حاجه بعدا خاصك تعرفها ولا بلاتي. انا قبل ملي يلاه مشيت تما وشفت هذاك الشيء كيفاش، شفت الخضره كيفاش دايره والفواكه كيفاش دايره. صراحه داك الشيء ما يخليش العقل. او هادشي كلشي هادشي شحال زين وشحال زوين وما كايناش الخسران. ما كاينش الخسران، كاينش الخسران. كلشي كيشعل، كلشي زين، كلشي منظم. اول حاجه خاصك تعرف ان السقي، لانه الاغلب اللي كيتحط لهم السقا راه غير بالبير الصافي والسمن. لا، السقي باش نقول لك راه عباره على كوكتيل ديال الكيماويات. كيمشي في هذوك التيوات ديال الكوطاغوت، لانه الماء ما بقاش كينزل هكايا بوحدو، لا كينزل مخلط بالمنشطات وهرمونات النمو. هرمونات النمو والاسمده الكيماويه المركزه. النبته مابقاتش كتاخذ وقتها الطبيعي باش تكبر وتجمع الفيتامينات من الارض والمعادن. لا، اولا كيتفرض عليها تكبر بزز منها. كتلقى الدلاحه او مطيشه كتنفخ في ايام معدوده، كتاكل خضره منفوخه بالماء والكيماويات فقط. هادشي كنشوف بعض الاخوات ملي كنتفرج في شي فيديو هكا كيهضر على الخضره وكيفاش كيغسلوها كيبداو يعطوا اراء: غسل بالبيكربونات، غسل بالخل، غسل شوفوا معك واحد الحاجه، المبيدات اللي كيرشوا، يعني هاد السموم راه ما كتجلسش على القشره من الفوق كتسناكم حتى تغسلوها بالماء. النبته كتمتصها وكتجري في العروق ديالها، يعني في اللحم ديالها. يعني واخا تقشر مطيشه او الخيار حتى للقلب، راه المواد الكيماويه ولات جزء من التكوين ديالها. وزيد عليها المبيدات الحشريه والفطريه اللي كيرشوها قبل الجني بايام قليله، كما كتسمع، وخاصه واحد المده باش ترمى الخضره هذيك السموم. ولكن للاسف بسبب الطمع والزربه باش يلحقوا السوق والترند ديال الثمن، كيجنيو هاد الخضر وهاد الفواكه ويبيعوها وهي مازال مجهده فيها هذوك السموم. ايوا شنو المعمول؟ واش نموتوا بالجوع؟ لا، ما غاديش نموتوا بالجوع، ولكن خصكم تردوا البال. هذيك الشكل ديال الخضره اللي كتمشي وكتعجبكم، كتبهركم بهذيك اللمعه وبهذيك النفخه وبهذاك المظهر الجذاب، ياك؟ هذيك بعد منها، هذيك شبعانه هرمونات ومواد جمعيه. خذوا الخضره اللي شكلها طبيعي، واخا تكون راه غيتبان لكم عوجه مسوسه شكلها ما زوينش، سبحان الله هذيك هي الخضره اللي كتلقاها مهمشه حتى واحد ما كيديها. خضره طبيعيه. باين راه في نظام الطيبات الدكتور ضياء العوضي قال لكم بعدوا من الخضر نهائيا. ولكن انا متاكده بان ما كاينش اللي غادي يبعد من الخضره كاع بصفه نهائيه. لا، يعني اكيد غادي تبغيو وتشريو الخضره. وانا هذه نصيحه لكم، شارككم معكم هذا الشيء هذا ونقول لكم ردوا بالكم. وماذا بكم الا عندكم بحيره، الناس اللي كي كنقولوا عندها الارض ما كتفلحها ما حتى شي حاجه، عكز كتقول لك كلشي واجد، كلشي موجود، كلشي كاين. علاش انا غنصدع راسي وعلاش انا غادي نبقى نفلح وندير وهذا الشيء كيبغي اللي قابل ويبغي. احنا راه هاد القضيه هذه بعدا غنخرج على الموضوع ديال اننا حنا يخلينا الناس خلات الاراضي ديالها ومشات وراء الاحلام والاوهام. غيرنا دار فينا ما بغى، غيرنا دار فينا ما بغى. عندك بحيره، فلح هذاك الشيء اللي قديتي عليه شويه شويه هكا وشويه هكا، وتاكل حاجه طبيعيه وانت عارف شنو فيها، انت عارف شنو كدير في هذيك باش كتسقي شنو كدير. لانه كاينين الناس اللي كيديروا داكشي طبيعي وما كيعجبهمش ملي كينوض عواج ولا كينوض الخضره عوجه وتنوض مسوسه ولا شي حاجه، كتلقى حتى هو كيقلب اش كيديروا في هذيك الخضره باش تجي زوينه، كيمشي كيرشوها بهذيك الحاجه، كيمشي حتى هو كيبغي يرش. لا، غلط. شوف هاد الكلام كله قلت لكم وربي شاهد عليه، حيت صحتنا وصحه ولادنا ما بقاش فيها اللعب. الامراض كثرت واشكال وانواع، امراض غريبه صراحه اللي ولينا كنسمعوا بها هاد الايام، كلها راها جايه من داكشي اللي كيدخل لكرشنا.
مهم. الوعي هو أول خطوة للحماية فقط. الوعي هو أول خطوة للحماية باش تحمي راسك، تحمي عائلتك ووليداتك. هذا ما كان. خليت لكم الراحة، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.